السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا النهاردة هنعمل نوع حلويات حلوة قوي. حاجة باردة هنحطها في التلاجة هتنفعنا قوي في الوقت الحر اللي احنا فيه ده، وفي نفس الوقت هتكون مفيدة جدا لينا ولأولادنا. القرع العسل حاجة حلوة جدا مفيدة قوي، بتطلع لنا كمية محترمة جدا جدا وبدون تكاليف، ومش هيكلفنا كتير خالص. عايزه اقول لكم انت الاول، انا طبعا بتجيبوه وبتنضفوه بالمعلقه كده، لانه بيبقى مليان بذر من جوه شبه اللب الابيض كده، وبتنضفوه وبتقطعوه مكعبات بالشكل ده. بتشطفوه بالميه. بيكون بقى معانا حله على النار فيها كميه ميه حلوه كده على حسب الكميه اللي انت هتستخدميها. وهننزل فيها بالسكر، هنسيب الميه تسخن معانا بالشكل ده. انتوا شايفين ان في بخار طالع من الميه. اول ما نلاقي ان في بخار طلع من الميه او الميه سخنت معانا كويس، هننزل بالقرع العسل اللي احنا مقطعينه مكعبات لحد ما يستوي معانا. بس مش هنسيبه يتهري، يعني هيستوي معانا اول ما نمسكها كده ندوس عليها نحس ان هي استوت خلاص. بعد كده بقى هنستخدم لتر من الحليب. لتر من الحليب. اللتر الحليب هو يعتبر حوالي 4 كوبايات. 4 كوبايات. هننزل عليهم بأربع معالق كبار من النشا. طيب، احنا كمان عندنا نسبة من المية اللي مستخدمينها مع القرع العسل اللي احنا بنسلقه، فاحنا هنزود كمان عن ال6 معالق نشا، يعني ممكن كمان نزود حوالي 3 4 معالق تاني. ما تقلقيش خالص، النشا مش هيبقى كتير، لان احنا استخدمنا مية برضو بنسبة كبيرة مع القرع العسل. طبعا الكمية اللي انا عاملاها دي كمية ما شاء الله كبيرة جدا، يعني حلوة قوي بتكفي. يعني لو انتوا اسرة كبيرة الكمية دي هتقعد عندكم في التلاجة يوم واتنين وتلاتة. كمان بقى تنفعك قوي لو انت عندك مناسبة، جايلك ضيوف ولا حاجة بالليل، هتنفع جدا لان هي مش مكلفة خالص، وفي نفس الوقت بترمي معانا كمية محترمة وحلوة. وكمان مش عايزة اقول لكم الطعم حاجة في منتهى الجمال. خلاص بقى كده. اول ما نحس ان القرع العسل استوى، هننزل بلتر الحليب اللي احنا مزودين عليه 6 معالق من النشا، وهنزود كمان 3 معالق علشان خاطر كمية ال3 أو 4 معالق كمان علشان خاطر كمية المية اللي احنا مستخدمينها كمان مع القرع العسل. شايفين هيبقى قوامه بالشكل ده. عايزه اقول لكم بصوا كده هو شكله اصلا خلاص، يعني هو كده يعتبر استوى معانا. هننزل بقى عليه بشويه فانيليا. ممكن تستغني عن الفانيليا عادي خالص، لان هو اصلا بيبقى ليه ريحه وكمان مميزه. ولكن انا حطيت الفانيليا كمان ان هي يعني تخلي نركز الريحه شويه. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله عمل كميه حلوه جدا. زي ما قلت لكم ينفع لو عندكم مناسبة، او حد جاي لكم يعني ضيوف بالليل ولا حاجة، فما شاء الله يكفي. يعني عايزة اقول لكم الكمية ما شاء الله موجودة اهي، حضراتكم هتشوفوها. كمية كبيرة ما شاء الله وحلوة قوي. الطعم بقى في منتهى الجمال. زيني بقى بأي نوع مكسرات موجود عندك. خلاص كده الوصفة بتاعتنا النهاردة كانت خفيفة جدا وحلوة قوي وخلصت معانا، ما خدتش اي وقت ولا اي مجهود. ما تنسيش تجربي الوصفة. وكمان ما تنسوش تكتبوا لي اي يعني كلمة حلوة في اي كومنت. اشتركوا في القناة، اعملوا متابعة، وكمان فعلوا الجرس. اسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.